برضه من ضمن الأوامر اللي لازم أكون عارفها علشان خاطر أشوف أي إمكانيات جهاز سواء كان عندي أو رايح أشتري أو غيره. بفتح قائمة الكوماند برومبت وبكتب دي اكس دايج. والكوماند ده احنا بنستخدمه من زمان علشان خاطر نشوف ايه الدايركت اكس اللي عندنا. الدايركت اكس ده اللي يعني من زمان كنا بنشوفه عشان خاطر نشوف هيدعم الالعاب قد ايه والكلام ده. في الحاله ديت انا هقول لك برضو ان هو اولا هنا في السيستم تاب هو بيدي لي اليوم واسم الجهاز بتاعي والويندوز اللي نازل عليه ومايكروسوفت، وهنا السيستم موديل يعني اتش بي لينوفو ديل بايوس. البروسيسور هنا هيبقى مثلا 12 جيجا بايت في الحاله اللي عندي كور اي 7. البروسيسور اللي هو الاي 7 الجيل ال 12 شغال مثلا 12 كور معايا. هنا عندي رامات حوالي 16 جيجا بايت. البيج فايل ديت اللي بتتاخد من الرامات. المهم الديسبلاي عندي انا عندي اتنين لان انا المفروض موصل على شاشه، بس هو جايب الاتنين انترنال للاسف. بس خلينا نتكلم عن الديسبلاي بشكل عام لان انا يهمني الانترنال اللي انت جايبها مثلا مع اللابتوب. انا العيله بتاعتي اللي هي الاكس اي جرافيكس، الكارت اسمه اكس اي جرافيكس. هنا الفاميلي الانتل مصنع انتل انترنال اللي هي بتاعت اللابتوب دايركت. هنا بيقول لي ان انت عندك الديسبلاي ميموري يعني الرامات اللي هي ديديكيتد على كارت الشاشه. يعني مثلا الرقم ده لو انت عندك مثلا كارت انفيديا هيبقى مثلا 1 جيجا 2 جيجا 4 8 16 على حسب بقى الايه الكارت اللي انت جايبه. بس هنا للاسف انا عندي 128 وده يعني ما بيدعمش الريندرنج بقى ولا الفوتوشوب بقى قوي قد كده. بس انا عندي شيرد ميموري اللي هو يقدر ياخد من الرامات اللي عندي حوالي 8 ميجا لما بكون شغال مثلا على حاجه فيها يعني بيدعم الالعاب المتوسطه او فوتوشوب على خفيف، حاجه زي كده. هنا هتلاقي عندي مثلا في ساوند 1 و2 و3 و4. هو الفكره كلها اللي انا عندي مثلا ده التلفزيون اللي انا شابكه المفروض يطلع هنا المعلومات عنه، بس للاسف مش طالعه. برضو حاجه انا حبيت اوضحها، ده المين درايفر هنا بالنسبه للديسبلاي. المين درايفر دهوت والموديل اللي هو 3.2. تاريخ الفيرجن عندي منزله بتاريخ 16/4، ده اخر ابديت نازل بالنسبه لكارت الشاشه اللي عندي. الساوند دوت ده مثلا التلفزيون. ده انا عندي الهيدفون اللي موصلها. انا عندي لوجيتك دي هيدفون تانية زي بتاعه الكول سنتر كده بتتحط وفيها السماعات. دهيت مايك خارجي زياده انا مركبه برضو وسايبه كده. وده السماعات بتاعه اللابتوب ذات نفسه اللي معايا او في الحاله اللي معايا اللي هو السيرفيس برو. وهنا الانبوت دي اهم حاجه برضو. هنا هتلاقي عندك في بي اس 2 ديفايسز اللي هو الماوس والكيبورد. وهنا انا عندي برضو موصل دوكينج ستيشن. الدوكينج ستيشن بيبقى اسمه يو اس بي روت هاب. الهاب ده اللي هو المشترك اللي هو الدوكينج ستيشن.